طالما قعدنا القعده دي وعملت نسكافيه يبقى الموضوع مهم. انا مش هقول لكم ان الطريق كان سهل، بس انا كنت بحب اللغه دي قوي، كنت بحب البلد دي قوي، كان عندي شغف رهيب اتجاههم. علشان كده قررت ان انا اتعلم اللغه دي، وقررت ان انا اقول لكم على كل حاجه واحده واحده وازاي تنتظموا. انا بدات احب اللغه الكوريه من 2014 بسبب حبي للدرامات الكوريه. انا فاكره في 2014 اول دراما اتفرجت عليها كانت الورثه. كنت قاعده قدام MBC 4، اكيد في جيل كان بيستنى المسلسلات على MBC 4 الساعه 6 الصبح، فاكرين؟ انا كنت بقعد اتفرج على الدرامات الكوريه على MBC 4، فجاء عندي شغف ان انا اللغه دي حلوه قوي، انا حبيت البلد دي، انا عايزه اسافر كوريا. فاخدت الفكره من هنا ان انا بقى لازم ان انا اتعلم اللغه الكوريه، علشان انا عايزه اسمع الدرامات الكوريه من غير سبتايتلز. ومن هنا ابتدت فكره او الحكايه ان انا عايزه اتعلم اللغه الكوريه. دايما كانت في بالي الحته دي ان انا مش من اول دراما طبعا، بس عشان اتفرجت على كذا دراما ورا بعض حسيت ان انا عايزه اتفرج على الدرامات دي من غير ترجمه، لاني بدات افهم كلام منهم. ما احنا كلنا عارفين كلام كتير بنلقطه من الدراما، اكيد يعني كلنا بناخد بالنا لانه بيتعاد. فحسيت ان انا طالما انا بدات افهم، ليه ما استفدتش من النقطه دي واني اتعلم اللغه الكوريه، وهي لغه حلوه جدا، وكمان اتفرج على الدرامات من غير ترجمه، وكمان اللغه دي تنفعني فيما بعدين. الموضوع بدا 2019 وقت الكورونا. قررت ان انا اتعلم اللغه الكوريه حتى لو لوحدي، لاني ساعتها برضو ما كنتش هنزل وما كنتش عارفه هذاكر ازاي. انا اول برنامج نزلته كان رايتد كوريان. البرنامج ده بيعلمك ازاي تنطق الحروف، تكتبها صح. يعني احنا طبعا هنبتدي باول حاجه الحروف، ان احنا ازاي نعرف نكتب الحروف بتاعتهم، يعني كتابه الحروف بالظبط ازاي ننطقها صح، ازاي نقرا، يعني علشان ده بناء عليه بعد كده هنعرف نقرا جمل، كلمات، كل حاجه. يعني من خلال رايتد كوريان ده بدات ان انا اتعلم الحروف. انا اتعلمت الحروف في 3 ايام بالظبط، كانوا 3 ايام. طب هتقولي لي ليه 3 ايام؟ في ناس ممكن تاخد وقت طويل قوي. انا قعدت 3 ايام من الصبح لحد بالليل ما بعملش حاجه غير اني بقرا وبكتب اليوم كله. حتى كنت ببقى مثلا داخله اكل، لا يعني وانا باكل في حاجات في دماغي عماله تقول لي اتكلمي. فانا كنت بحاول ان انا اللي بعمله بس اني اتكلم، اني اقرا، اني اكتب الرمز، علشان ده برضو اللي هيعتمد عليه الكلمات فيما بعدين، القراءه فيما بعدين. لازم تاخدوا بالكم وما تستعجلوش في نقطه ان انتوا خلاص انا ذاكرت الحروف، لا، لازم تكون متاكد 100% ان انت عارف تكتب وعارف تقرا الحروف كويس. نزلت برنامج لينجو دير. قعدت بقى، البرنامج ده حلو قوي بصراحه، لانه هيخليكي ان انت تذاكر كلمات كتير. اهم حاجه بقى بعد القراءه والكتابه ان احنا نحفظ كلمات كتير. لينجو دير الميزه بتاعته انه بيعلمك كلمات كتير، بتاخد محصله كلمات، واللغه هي كلمات اصلا، فانت لازم يكون عندك محصله، لازم عندك كلمات كتير. اهم حاجه في اللغه هي الكلمات. كنت بنزل لينجو دير واذاكر من عليه الكلمات كلها، وطبعا كان في العاب، كان في حاجات ممتعه، فده كان بيخليني اكمل في البرنامج. حتى برنامج دولينجو انا برضو نزلت دولينجو علشان كنت عايزه حاجه جنب لينجو دير، فكنت شايفه ان الاثنين شبه بعض نوعا ما. كنت باخد من هنا كلمات على من هنا كلمات، فجمعت محصله كلمات. انا لسه ما وصلتش لنقطه الجرامر، بس جمعت محصله كلمات، وده اللي خلاني بقيت لما بسمع حد بيتكلم كوري انا عارفه اترجم. يعني انا عارفه هو بيقول ايه، الكلمه دي انا سمعتها، الكلمه دي انا ذاكرتها. فالكلمات مهمه. فعندكم لينجو دير ودولينجو من البرامج الحلوه قوي ان انت تبتدي حلو بسهوله، تحفظ لك كلمات، تبتدي اللغه سلسه كده وحلو في البدايه يعني. ودول اول 3 برامج في اول خطوه لتعلم اللغه الكوريه. اي لغه اساسها بيبقى الكلمات. لما بيبقى معاك محصله كلمات كتير انت معاك اللغه كلها يعتبر. خليني اكون صريحه معاكم، انا شغفي كان بيقل علشان انا عارفه ان النقطه دي هتعانوا منها. علشان كده ان الفيديو ده هتكلم فيه في كل حاجه للغه والشغف وكله، علشان تطلعوا منه عارفين انتوا بتعملوا ايه. انا شغفي كان بيقل وكنت اذاكر شهر واجي بعدها باسبوعين ولا حاجه، لا مش قادره، انا خلاص تعبت. ولما اللغه بتبتدي تصعب بحس اني لا مش قادره، انا مش عارفه اكمل، انا مش عارفه اتعلم اللغه. حاجات كتير كان عارفين بقى لما شغفكم بيقل بتلاقوا ان الطاقه السلبيه بتحاوطكم كده وتقول لكم ان انتوا مش هتعرفوا حاجات كتير. بس لا والله عادي لو خدتوا بريك، ايه المشكله لما تاخد بريك؟ ايه المشكله حتى لو خدت بريك اسبوع اسبوعين؟
عادي، اصل هي الدنيا مش بتجري بيك، اصل خد وقتك براحتك، اخر عادي، خد وقتك عادي، خد سنين بتتعلم اللغه عادي، المهم ان انت هتتعلمها في الاخر. احنا بنقعد ندور على ازاي اتعلم اللغه الكوريه في سنه، بنقعد نسال ازاي اتعلم اللغه الكوريه في سنة. ليه حاطط تايم؟ يعني ليه حاطط وقت لنفسك ان انت تتعلم اللغه في سنه؟ طيب ما انا هحط هدف اني هتعلم اللغه، مش مشكله بقى سنه سنتين ايا كان السنين ايه، المهم اني هتعلم اللغه في الاخر. انا لما كنت ببقى شغفي بيقل كنت برجع مثلا اتفرج على دراما اوتار القلوب، اكيد انتوا عارفينها، بتاعت بارك شين هي. كان في اغنيه فيها كده، انا الاغنيه دي كنت ببقى عايزه اتعلمها، عايزه اغنيها، عايزه اترجمها لان كلماتها مفهومه جدا. فكنت برجع خلاص انا هاخد الاغنيه دي هستلمها بقى ترجمه وكده، فكنت بفضل اذاكر كلمات الاغنيه، فكان شغفي بيرجع بقى بعد ما اخلص كلمات الاغنيه واذاكرها اروح بقى راجع للمذاكره نفسها. عامه برافو عليك لان انت بتاخدها بجنب مهام انت بتعملها، جنب واجبات ليك، فخد وقتك براحتك عادي، حتى لو انت عامل زي السلحفاه بطيء عادي جدا. لما حسيت اني بدات اقفل ليفل 1 من البرامج، لان الليفل 1 ده سهل، هو بيعتمد على الكلمات وشويه جرامر بسيط، يعني القواعد بتاعته مش صعبه، القواعد بتاعته سهله جدا. فلما حسيت ان انا بدات اخلص ليفل 1 قلت لا، يبقى انا لازم اشوف حاجه تانية اذاكر منها، لازم يكون في سورس تاني جنب البرامج. فتعالى اقول لكم بعد البرامج وخطوات البرامج وخطوات ان انا بدات اخلص ليفل 1 وبقيت فخوره بنفسي عشان ادخل على ليفل 2، او علشان ممكن اعيد ليفل 1 في مكان تاني، فدخلت على موقع توك تو مي ان كوريان. انا عايزه اقول لكم ان الخطوه دي اللي هي تاني خطوه في تعلم اللغه الكوريه هقول لكم فيها على مواقع، على قنوات، على اليوتيوب، على كتب، لان الخطوه دي مهمه جدا بعد خطوه البرامج. موقع توك تو مي ان كوريان، الموقع ده حلو قوي، حلو وسلس. يعني الموقع ده متقسم لدروس، في صوتيات، يعني هتسمع اللي انت بتذاكره، يعني انت هتقعد تذاكر عليه القواعد بتاعتك بتاعت ليفل 1، هتمسك القواعد تذاكرها كويس، هتشوف فيه محادثات كتير تقعد تذاكر المحادثات دي، بعد كده تدخل على التمارين تشوف بقى اللي انت ذاكرته من قواعد ومن محادثات مع توك تو مي ان كوريان. فالموقع ده انا برشح لكم قوي، لان انا برضو في بدايتي بعد ما خلصت البرامج التجأت للموقع ده علشان اقدر اذاكر عليه قواعد واذاكر من عليه محادثات واتمرن عليه واشوف اللي انا ذاكرته ده جاب فايده ولا لا. مش بس عندهم موقع، ده كمان في قناه على اليوتيوب اسمها توك تو مي ان كوريان. القناه بتاعتهم دي برضو اللغه الكوريه عليها حلوه قوي، بيشرح لكم برضو القواعد، بيشرح لكم محادثات، وبتتمرنوا في الاخر. فبرضو ندخل يا اما على الموقع يا اما ندخل على اليوتيوب. انا على وقتي بصراحه ما كنتش اعرف القناه، بس كنت عارفه الموقع، فكنت بدخل اذاكر من على الموقع ده واسمع واذاكر على المحادثات واذاكر من عليه القواعد واتمرن في الاخر عليها. تاني قناه معانا وهي قناه هانلي. ده معلم عربي، يعني هو الناس مثلا اللي مش عايزه تذاكر الكوري باللغه الانجليزيه وكده يقدروا يدخلوا على القناه دي. هو بيعلم الحروف بطريقه حلوه قوي، بيعلم الكلمات كويسه قوي، القواعد، كل حاجه، يعني هو القناه شامله كل حاجه. القناه الثالثه اللي هقول لكم عليها قناه لمعلم كوري، عايزين تتعلموا اللغه الكوريه عن طريق معلم كوري، فعندكم قناه شمس الكوريه. ده معلم كوري بس بيعرف يتكلم عربي، فبيشرح لكم اللغه الكوريه باللغه العربيه. يعني في قنوات تانية معانا زي قناه جو بيلي وقناه كوريان اوني. قناه كوريان اوني دي لمعلمه كوريه، جو بيلي وكوريان اوني برضو شامله كل حاجه زي القنوات اللي فاتت. القناه دي شامله كل حاجه، مش حروف كلمات، لا كل حاجه. فلو انتوا من الناس اللي بتحبوا تقعدوا قدام اليوتيوب وتذاكروا، فانا رشحت لكم قنوات قويه تقدروا تذاكروا من خلالها اللغه الكوريه. برضو انتوا لو عملتوا سيرش في وقتها هيظهر لكم قنوات تانية اكتر تتعلموا من خلالها المحادثات، الكلمات، القواعد الكوريه، كل ده هتلاقوه شامل في القنوات اللي قلت لكم عليها. عارفه ان في ناس ممكن تسالني وتقولي طب انا مش عايزه اذاكر من خلال اليوتيوب، من خلال الموقع. فالبرامج اللي انا قلت لك عليها لو انت عايز تلم محصله كلمات وحتى برضو في جمل وحروف كل حاجه، البرامج دي من غير نت وتقدر تذاكر من عليها حلوه قوي، اللي هي لينجودير ودولينجو. خطوه الكتب بقى، في ناس بتحب تذاكر عن طريق الكتب وانا من الناس دي. بعد ما نزلت البرامج وقعدت اذاكر كوري من خلال البرامج وذاكرت من خلال الموقع وكده، كنت حابه ان انا يبقى معايا كتب، فخدت الخطوه اني اخد كورس. انا وصلت للي انا فيه ده زي ما قلت لكم تعليم ذاتي. انا صراحه قررت ان انا اروح كورس في وقتها. انا هقول لكم في فيديو تاني
بس الفيديو ده هعرفكم فيه كل اساسيات اللغه، واقول لكم فيديوهات تانية عن كورسات، اماكن يعني تقدروا من خلالها ان انتوا تروحوا تاخدوا كورس كوري وكده، للناس اللي مش بتعرف تنتظم لوحدها. يعني في ناس ما بتعرفش تنتظم لوحدها. بس في مكان، لا المكان ده حلو قوي، وعن تجارب ناس كتير قوي، زي معهد سيجونج. معهد سيجونج من المعاهد اللي تبع المركز الثقافي الكوري اللي تقدروا من خلالها تتعلموا اللغه الكوريه. هي بس المشكله ان بيبقى التقديم عليه كتير قوي، كميه ناس مهوله بتقدم عليه كل سنه، فالاختيار بيبقى حظ شويه. انا بصراحه حظي مش حلو عشان اتكلم معاكم جديا. انا قدمت في المعهد كتير قوي، قدمت سنتين، خلال سنتين او 3 حاجه زي كده. كل مره كنت بترفض، مش بترفض بس الناس تانية بتقبل. هي بتبقى حظوظ، اصل هي بتبقى عدد مهول بيقدم، فالاختيار بيبقى عشوائي. يعني الاختيار مش بيبقى عشان حاجه، انت اصل انت بتمتحن الليفل اللي انت عايز تدخله، تفهمني؟ فالاختيار بيبقى عشوائي لانه بيبقى العدد كتير قوي اللي بيقدم، فبيبقى الاختيار عشوائي. فيا حظك يا تتقبل يا ما تتقبلش وتقدم السنه اللي بعدها. فمعهد سيجونج لو عايزين تنتظموا على اللغه الكوريه مع معلمين كوريين ومعلمين برضو مصريين، المعهد ده كويس قوي بالكتب بكل حاجه فيه. هتاخدوا 4 سنين على ما اعتقد، بتذاكروا معاهم اللغه الكوريه لحد ما تتقنوها. طيب غير المعهد، انا قلت لكم بقى خطوه الكتب. انا بما اني انا ما انتظمتش في الكورسات قوي، بس كنت باخد منها كتب، فكنت بذاكر من الكتب دي. وكمان هقول لكم على مكان سحري تجيبوا منه الكتب. في جروب على التليجرام اسمه نادي اللغه الكوريه. الجروب ده في بيج ليه برضو على الفيسبوك اسمه نادي اللغه الكوريه، صاحبته خريجه ألسن كوري. هي عامله جروب على التليجرام وعلى الفيسبوك، بينزلوا عليه كتب، يعني بتنزل عليه كتب كتير قوي. انت بقى ممكن تدخل وتشوف بقى البوستات اللي على الفيسبوك، تشوف او على التليجرام الكتاب. هما بينزلوا كتاب وبيشرحوا الكتاب ده عباره عن ايه. اي كتاب انتوا عايزينه عملت سيرش عنه او دخلتوا وشفت الكتاب وشرحه تحت ايه، هتقدروا ان انتوا تنزلوا وتطبعوه. فالجروب ده جروب نادي اللغه الكوريه، جروب حلو قوي للناس اللي عايزه تنزل كتب وتذاكر منها. تعالى اقول لكم بقى على الكتب اللي انا كنت باخدها من الكورسات وكده وكنت بذاكر من خلالها. بصوا ده اسمه Real Life Conversation. دي فيها 40 محادثة، يعني فيها محادثات كتير قوي. مثلا وانت في المطار، وانت في مطعم، وانت عند دكتور، يعني محادثات تخليك تذاكر كلمات كتير منها، تخليك عارف المواقف اليومية اللي بتحصل. يعني عشان لما تيجي مثلا تسافر كوريا وتبقى انت في موقف معين، انت بقى تحفظ المحادثات دي تبع Talk to me in Korean. بصوا زي ما قلت لكم Talk to me in Korean مليان محادثات، فدي محادثات جايه من Talk to me in Korean. ده برضو اخدته من كورس كتاب اسمه ماي كوريان، اخدته على كتابين، ماي كوريان 1 وماي كوريان 2. في كل حاجه بقى، كل حاجه. يعني في كتب تانية افضل بكتير، في كتب تانية هتلاقوها على الجروب بتاع نادي اللغه الكوريه اللي على التليجرام ده، افضل بكتير. تقدروا ان انتوا تدخلوا وتتابعوا معاهم وتنزلوا الكتب اللي انتوا عايزينها وتطبعوها وتذاكروا من خلالها. ممكن تعملوا لنفسكم حاجه حلوه قوي. شايفين النوتة دي وعليها اغنيه ستيل ويز يو بتاعه جونكوك؟ شايفين؟ تقعدوا تذاكروا كده في نوتة انتوا حابينها، يعني حاجه ممتعه بالنسبه لكم، تخليكم يعني في حاجات كده بتخلي شغفنا يزيد. يعني انا بقول لكم على شويه النوتات والحاجات بتاعه BTS دي بجيبها من بيج ايه او من ستوري ايه. في كتب هقول لكم عليها، الكتب دي حلوه قوي. فيتامين هانجوجو، الكتب دي كتاب ليفل 1، كتاب شامل ليفل 1 و 2، كتاب ليفل 3، كتاب ليفل 4. هي كتب كده هتلاقوها في الجروب بتاع التليجرام اللي قلت لكم عليه. الكتب دي حلوه قوي. انا اعرف ناس دخلت التوبيك ده، هقول لكم في فيديو عليه لوحده. دي شهاده اللغه الكوريه، ان انت بتعرف تتكلم اللغه الكوريه. ده زي الايلتس والتويفل في الانجليش. فانا هقول لكم على التوبيك ده في فيديو لوحده ان شاء الله. التوبيك قرب، هشرح لكم التوبيك نذاكر منه ازاي ونعمل ايه. الكتب دي حلوه قوي، في ناس منها دخلت التوبيك. الكتب دي تقدروا تذاكروا من خلالها، انا بذاكر من خلالها اللغه الكوريه. فيها قواعد، فيها كلمات، فيها محادثات، فيها تمارين، شامله كل حاجه. في موقع تاني هقول لكم عليه بس هتذاكروا من عليه جرامر فقط، موقع How to Study Korean.
موقع هاو تو ستادي كوريان من خلاله تقدروا تذاكروا الجرامر كويس قوي. هو موقع بيشرح فيه كل الجرامر. تعالوا بقى اقول لكم على الخطوه الاخيره واللي فيها برنامج مهم لازم تعرفوه، والبرنامج ده اسمه بابا جو. طيب ايه بابا جو ده؟ عن صديق كوري، عن صديقه كوريه وبيكلموني بالكوري وانا عايزه اترجم كلامهم وعايزه ارد عليهم. عندكم بابا جو. بلاش ترجمه جوجل، صدقوني ترجمه جوجل حرفيه غلط وهم بيعرفوا. يعني انت مجرد ما حد كوري يكلمك ورحت جبت الترجمه من على جوجل وانت عايز تقول له حاجه بالكوري وجبتها من على جوجل وبعتها له، هيعرف ان انت جايبها من على جوجل. مش بتاخد بالكم من جونكوك لما بيقعد يتريق على الكوري بتاعنا؟ باباجو برنامج حلو قوي، تقدر تترجم من عليه اي حد باعت لك حاجه بالكوري وعايز تترجمها وتعرف هو بيقول لك ايه. فالبرنامج ده ترجمه اللغه الكوريه. اتمنى تكون استفدت، اتمنى تكون عرفت هتمشي ازاي. زي ما قلت لكم عادي جدا لو خدتوا اللغه ببطء براحتكم خالص، يعني مين بيجري وراكم؟ براحتكم تعلموا اللغه زي ما انتوا عايزين. ان شاء الله في فيديو تاني هعمل لكم فيديو كده عن ايه هو الشغل او المجالات اللي هتبقى متاحه لينا بعد تعلم اللغه الكوريه. لما يكون معانا اللغه الكوريه نقدر نشتغل ايه هنا او في كوريا، سواء في كوريا او سواء هنا. يعني هعمل لكم الفرص المتاحه لينا بعد ما اتعلمنا اللغه. ودي كده كل الخطوات الصح اللي انا قلت لكم عليها من البدايه لحد النهايه لتعليم اللغه الكوريه. يا رب تكونوا استفدتوا. ان شاء الله فيديوهات تانية برضو هعلن لكم عن كورسات اماكن تقدروا من خلالها ان انتوا تروحوا تواظبوا على اللغه الكوريه لو مش بتعرفوا تذاكروا لوحديكم. ده تعليم اللغه الكوريه من الصفر في البيت لوحدك. يا رب اكون فدتكم بجد. الفيديو ده مفيد جدا للناس اللي تقدر يعني عايزه تذاكر اللغه الكوريه، فانتوا ابعتوا لاصحابكم اللي عايزينهم يذاكروا معاكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان ده بيدعمني ان انا اكمل لكم في سلسله الثقافه الكوريه. وبس كده. انيونج.